واحنا ماشيين في سوق المنشية لقينا دخان وريحة جميلة جدا، حبينا نشوف مصدر الدخان ده ايه والريحة الجميلة دي جاية منين. حلقة مميزة جدا، حاجة بنحتاجها كلنا في بيوتنا وخصوصا مع شهر رمضان الكريم. قولولنا في التعليقات لو حابين تشوفوا جولات تانية زي دي، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يجيلكم اشعار بكل جديد وتعرفوا المكان فين بالظبط والاسعار ايه. ولو لقيتوا انها فعلا حاجات مميزة واستفدتوا من الحلقة، ياريت لايك وتقولولي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. انا اخوكم مراد محمود، ويلا نبدأ. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله ينور على الشغل الجميل ده. اهلا وسهلا حضرتك. يعني مبخرة بس تحفة جدا، يعني مش شكل عادي، ده شكل مميز. الحاجات الجميلة دي بقى اسعارها دي كلها حاجات مميزة جدا، الاسعار في متناول الجميع، حاجات كويسة واشكالها جديدة جدا. انا عايز اعرف بس سؤال يعني يهمني، الحاجات دي مصري ولا مستورد؟ والله في منها كده وكده، في مصري وفي مستورد. يعني الحاجات التحف الجميلة دي في منها مصري. يعني احنا اتطورنا في شغلنا والمنتج المصري النهارده بينافس. ده حقيقي. بقى حاجة جميلة ما شاء الله. بالظبط. احنا هنا بنبيع بخور كمان. طب كلمنا عن انواع البخور، ولو برضو انا مشاهد عادي كده عايز انزل اشتري، ايه النوع الحلو، ايه النوع الرخيص؟ والله في حاجات بخور كده، حاجة اسمها انسام رمضان. انسام رمضان ديت حاجة مميزة جدا، حاجة كويسة. دي مخصوصة كمان للمناسبة اللي احنا في رمضان. بالمناسبة انسام رمضان دوت العيد ريحته تحفة. العجينة بتاعته بخور صوفي ما شاء الله. خد بالك في حاجة اسمها انسام مكة. انسام مكة دي على اسم بيتي عامة ما شاء الله، ربنا كويسة جدا برضه، ريحتها تحفة يعني. هي حلوة عشان هي حلوة يعني، ولا عشان على اسم بنتك؟ لا عشان هي حلوة حقيقي. ربنا يبارك يا رب. بس وعندي طبعا مباخر بيتحط فيها العود الخشب، مباخر كده. ده بقى مصري، شغل مصري. ده طبعا شغل مصري. انا عايز اعرف دي بتتحط فيها العود ازاي وبتطلع ريحة بص ازاي؟ حضرتك، دي بتتفتح لها هنا 4 مفصلات. حلو. تمام. بتتفتح من الجنب كده. على فكرة دي فعلا عجباني، انا شفتها قبل كده وكنت حابب، يعني كويس ان حضرتك هتشرحها لنا النهارده. بيتحط فيها عود البخور من جوه. العود بطوله كده. العود بطوله. انا هشرح لحضرتك بالظبط. وفي معدن هنا علشان ما يحرقهاش. في معدن علشان ما يحرقش المبخرة نفسها. ده عود بخور اسمه 3 ساعات، اسمه جذور العود. ده يشتغل 3 ساعات. ده بيقعد 3 ساعات، وقته 3 ساعات. مكتوب على العلبة كمان مكتوب على يشتغل العلبة. 3 ساعات. ده بيتحط كده العود وبيتولع وبنقفل. تطلع الريحة بقى من تطلع الأخرام من دي. فوق من الجناب كلها وبتتعلق. تتعلق في اي مكان. لا تتحط في يا اما تتحط في ركن. جميل. في الصغيره وفي الحجم الكبير بتاعها. ده المقاس الكبير طب بتاعها. قول لنا اسعار. يعني حاجه دي تحفه تزين البيت، وفي نفس الوقت كمان تقضي معايا غرض انها تطلع ريحه كويسه. بخور بكام والعلبه بكام؟ العلبه المبخره ديت الخشب عامله 85. تمام. الحجم ده الحجم دوت 85. وفي الحجم الكبير بتاعه. استر يا رب. جميل. الكبيره ديت دي الكبيره بتشيل اي عود بخور، العود البخور الكبير او الصغير. تمام. ديت عامله 110. فرق مش كبير يعني، والحجم كبير علشان هي بتشيل مقاسات. في علبه بخور كده، وشكلها كمان تحفه كبيره في البيت. فعلا ده شكلها حلو. دي علبه البخور 5 ساعات. ديت ال3 ساعات بتاعتها. طيب اسعار البخور ايه؟ ال3 ساعات ديت عامله 40. العلبه فيها كام عود؟ فيها 5 عيدان. العلبه 3 ساعات، يعني 15 ساعه بخور، يعني تقعد شهر يعني. بالظبط. وب 40 جنيه. ب 40 يعني حاجه فيها 5 عيدان. العلبه 5 ساعات. العود الواحد يقعد 5 ساعات. دي 5 عيدان. 5 ساعات. دي سعرها كام؟ ديت عامله 55 بالروائح المختلفه. بالروائح المختلفه. وفي حاجه اسمها كده نفائس العنبر. نفائس العنبر دي فيها 10 عيدان. العود دوت 2.5 ساعة. العلبه كمان نفسها شيك. المصنع مصري في بورسعيد. مصر كمان. في بورسعيد. طب اسعار المباخر دي ايه؟ عندي المباخر، عندي كريستال. الحاجات دي كريستال. تمام. كل التشكيله دي كريستال. تمام. اسعارها تبدا مثلا التشكيله دي كده 220. بيتحط قرص بخور وبتنوع ايه؟ تحط حته فحمه مثلا ولا تحط ايه؟ بالظبط. احنا بنفتح كده، بنحط قرص الفحم هنا والبخور فوق منه وبنغطيها. البخاره بتطلع من فوق من الجناب، بتتحط في اي مكان. فحمه مولعه. يا اما البخور المثلث اللي شبه الهرم. والغطا ده امان طبعا علشان لا ما يقعش يحرق حاجه. جميل. في حاجات الخشب كمان
في تشكيله الخشب دي ده برضه شغل مصري برضه. طبعا ده شغل بقى سي ان سي بالظبط. حفر ليزر. ايوه الله ينور عليك. على حضرتك. طيب المهم احنا هنا فين عشان لو حد من المتابعين حد احنا هنا المنشيه، الشارع المثلث شبه الهرم موجود عندي منه المسك والعنبر والعود، اي حاجه فيهم ب 20. طب هات واحده بالنسبه. عايز مسك ابيض ولا مسك بلاك؟ شم المسك الابيض شم المسك البلاك. الشمه ب 5 جنيه خلي بالك. ده المسك الابيض وفي العنبر. وهنا المنشيه، الشارع اسمه شارع مدرسه احمد لطفي. يعني سور المدرسه احنا سور المدرسه سور المدرسه احمد لطفي. بالظبط المنشيه. ايوه جميل والله قريب يعني والناس قريب، قريب. تشتري وتشوف التحف الجميله دي. بالظبط. بص حضرتك في نوع بخور كده مثلث شبه الهرم اسمه انسان مكه، دوت بتولع العود بيقعد ساعتين شغال مع حضرتك، بتولعيه فيه كذا مره في اليوم. شميه حضرتك كده. ده بقى في منه العود، في منه مسك وانسان مكه وانسان الاندلس، يعني 65. لو حابين تشوفوا جولات تانية زي دي قولوا لنا في التعليقات، وما تنسوش تشتركوا معانا في القناه وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يجيلكم اشعار بكل جديد. كنت معاكم اخوكم مراد محمود وشكرا لكم. شكرا.